السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفة النهاردة وصفة مثلثات الجلاش، وهوريكم إن شاء الله نص كيلو جلاش يعمل معايا كمية حلوة قوي وكمية كبيرة. وهوريكم كمان حشوة جديدة كده معايا النهاردة، بس كانت طالعة جميلة جدا وكانت تحفة. واقول لكم ملحوظة كده شوية على الجلاش دوت اللي أنا جبته. لأن هو بصراحة كان يعني انتوا هتستغربوا شكله شوية ممكن، لأن هو فعلا كان غريب. أنا اشتريته من مكان كده وكان غريب جدا معايا، اقول لكم ليه. هنبدأ بسم الله. هنا انا جبت نص كيلو جلاش. بصوا، هو كان يعني شكله مش عارفة، كنت حاسة ان العجينة غريبة كده او فيها حاجة، فطبعا في الصيام انا مش هدوق ولا اشوف ولا كده. بس اعتقد ان هو كان زايد في الملح بتاعه شوية، فهو كان ممكن يتعمل حادق ما يبقاش حلو، عشان كده طلع شكله غريب معايا. بس هو كان طعمه حلو، الحشو طبعا مع السكر مع الشربات بيضيع الملح اللي فيه شوية. بس اعتقد ان هو كان يبقى حادق هيبقى حلو قوي. هو رمى معايا كمية حلوة. هنا قطعته 4 قطع، أو قسمته 4 أقسام. وبعدين كل قسم كمان قسمته 2. يعني بصوا الطبقات نفسها، قسمت الطبقات على 2 علشان ترمي معايا كمية حلوة قوي، رولات كده زي ما انتوا شايفين. وبعدين هنيجي بقى ان احنا نعملها مثلثات ازاي. سهلة جدا. حاولي تساوي الأول كده على قد ما تقدري، وبعدين تروحي لفة كده. اهي بصي اللفة دي بتروحي جاية زي السمبوسة كده. انا قربت الكاميرا عشان تشوفوها، تلفيها كده بقت مثلث. خلاص تمام، بتجيبي بقى السكينة وتروحي قطعها من هنا، وخلاص بقى معانا المثلث الجميل ده. مش لازم ان انا اعمل مثلث كبير او ان انا اعمل اللفة كلها على بعضها عشان تبقى تخينة. لا، المعقول دايما حلو. ودي برضو هترمي معاكي كمية حلوة وكمية وفيرة، والطبقات بتاعتها كمان جميلة. بصوا سهلة خالص ازاي. بتروحي حطها زي المثلث كده، كأن النصين مثلث بتحطيهم على بعض اهيت. وبعدين تروحي قطعها بالسكينة. تمام قوي كده. ما بنحطش اي مادة دهنية خالص في النص ولا اي حاجة. احنا بنحط في الاخر سمنة زي ما اتفقنا. الجلاش والكنافة بنسقيهم سمنة، وبعدين بنصفيها لما تستوي تاني، وبعدين قبل ما نسقيها الشربات. هنا بقى لو جت حتة صغيرة في الآخر كده بنلف فيها رول اللي فيها شكل زي ما انت عايزة، بس ان يعني ما نهدلش اي حاجة منها خالص. عندي صينية بقى مدهونة سمنة كده خفيف، وبعدين هرص عندي المثلثات بتاعة الجلاش. وفي الآخر كل اما احط 2 3 4 كده، بروح ان انا حطلها السمنة بتاعتها على الوش علشان ما تنشفش. خلي بالك النقطة ديت مهمة جدا، ان انا مش هستنى ان انا اعملهم كلهم وبعدين اروح حاطة السمنة. لا، ده انا هحط السمنة اول باول كده زي ما انتوا شايفين علشان ما تنشفش معايا. هنا اوريها لكم تاني اهيت، اللي هو النص التاني بتاع الجزء اللي احنا قطعناه اللي في طبقات. بقطعه برضو مثلثات اهو زي ما انتم شايفين. بس حابة هنا اقول حاجة. بصراحة يعني احنا في موسم كل عام وانتم بخير، عشان رمضان بيبقى الضغط جدا شديد على الاماكن اللي هي بتصنع الجلاش والكنافة وكده. يعني عاوزة اقول ان هو يعني ممكن تطلع منه اخطاء او يطلع منه مشكلة. شايفين الجلاش كان حتى من جوه فيه اجزاء كتيرة متقطعة، وانا عمالة اساوي واحاول ان انا اخد اكبر قدر ممكن منه. لو لقيتي جلاش بقى زي كده، ما تعمليش بقى زي تروحي عاملاه حلو. بالرغم ان هو كان طعمه حلو بصراحة، ما حسيتش باختلاف. يعني كان في اختلاف عن الجلاش العادي، بس ما كانش كبير قوي، لان برضو الحشو والسكر غير الطعم شوية. بس لو انت جبتيها ولقيتيها زي كده، بلاش تعمليها حلو، اعمليها حادق وخلاص. بعد ما استوى بقى هسقيه شربات. الشربات يا جماعة السكر قد المية، بيغلي حوالي 5 دقايق، وبعدين احط له نقطة ليمونة او نص ليمونة كده، واروح حاطة فانيليا واقفل عليه. شربات بيبقى خفيف. هنيجي بقى للكريمة الجميلة بتاعتنا النهاردة. عندي دول كانوا 3 كوبايات لبن، حطيت عليهم نص كوباية سكر ونص كوباية دقيق سميد. وما تستغربوش، دي الكريمة التركية. وعليها نص كوباية من النشا وفانيليا طبعا، ورفعتهم على النار. بصوا لما بقت تقيلة معايا كده، هي انتوا حاسين انها تقيلة لكن هي عشان لسه سخنة. حطيت قطعة قشطة. دي قشطة بلدي يا جماعة فلاحي، بس كانت عندي مخزناها في الفريزر بصراحة، وطلعتها بقى السخونية بتاعة القشطة. هتخلي القشطة البلدي دي تفك معايا وتبقى جميلة قوي، وهوريكم القوام هيبقى عامل ازاي. هو دوت القوام اللي انا عاوزاه في الاخر، لا تقيل ولا خفيف، يعني وسط كده كأنها كريمة تقيلة شوية.
هنيجي بقى، أنا سقيت الشربات كتير وعاوزة أصفيه. مفيش مشكلة، عندي بقى شبكة، عندك ما عندكيش الشبكة دي يبقى عندك مصفى عادي، المصفى العادية خالص. أنا بحط الحشوة معاكم أهيت، يعني بفتحها كده وأحط الحشوة على قد ما انتي عايزة. ممكن في ناس بتحب الحشوة كتيرة، في ناس تقول لا الحشوة كتيرة بتبقى طعمها يعني هيجزع أو حاجة، برغم إنها مش مسكرة خالص. وبعدين تقللها مفيش مشكلة. هنا بقى دوت سوداني انا فرماه، فروحت حطاه كده على الجوانب كشكل وخلاص. حطيه على الشبكة، حطيه على المصفى، وسيبيها هي تنزل الشربات الزيادة بتاعها. هنا بقى الحشو اختياري، ممكن ان انت تحشيها سوداني، ممكن تعمليها صوص بيستاشيو، تعمليها آه، موس شوكولاتة زي ما انت عايزة. بس انا حبيتها انها تبقى كده كريمة حلوة وتبقى خفيفة. بصوا بقى شكلها في الاخر كان عامل ازاي، برغم ان طعمها كان حلو جدا. هو اصلا كان من الاول كان شكله مش شكل الجلاش العادي اللي احنا بنجيبه. بس انا بقى قلت هكمل الوصفة للاخر، وكنا عاوزين حاجة حلوة وما عنديش اللي هو دوت، وكان صابح فقلت اعمله. بس بصراحة لا مش هكررها تاني. لو ما عجبنيش من الاول خلاص مش هعمله. ارجو بقى لو عجبكم الوصفة وخدتوا منها فكرة النهاردة، ما تنسوش تدعموني باللايك والشير، واللي مشتركش عندي ينورني ويشترك عندي. ودمتم دايما يا رب بألف خير، ورمضان كريم.